هاي بودكاست، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. بعد الفيديو اللي عملتها لكم عن الصباح اجيت أركض بسرعة لحتى أعمل لكم الفيديو لروتيني لليل. المهم، ليش؟ لحتى يعني حسيت إنه روتين الصباح بيكمل روتين الليل. لو فهمتي راح أقول لك كيف. المهم، أول شي بعمله لما بدي أنام أجرب إني أتعشى بدري. لو ما قدرتي إنك تتعشي بدري، اتعشي بعدين اتمشي. فهمتي؟ لو بدك تقولي لي ما عندي وين اتمشى، انا ما عندي وين اتمشى، انا اتمشى بالحوش تبعنا. لو عندك غرفه اتمشي بالغرفه. سامحيني حبيبتي، انا تحمست. شوفي، انا شو بعمل؟ بجرب اني بتعشى بدري. لو ما تعشيت بدري بالليل، لما ما اقول لكم. المهم شو بعمل؟ بعمل كاسة ينسون، اللي هو احنا بنقولوا لحبة الحلاوة بالجزائري، اللي هو اليانسون، وزريحة البسباس. والله ما بحثت عن اسمها، راح اكتبه لكم هون. لانه او نعناع، بحس انه هو بيساعدني على هضمي، بحس انه منيح قبل النوم. بدون تفسير، بدك الطب، روحي على تشات جي بي تي يعطيك كل شيء. المهم شو بعمل؟ بعمل هداك الكاس، بشربه وبتمشى بالحوش قبل النوم. راح أقول لك على العادات اللي كمان بعملها قبل بشوي. أروح أفرشي أسناني، أغير بيجامتي للنوم. شوفوا، نتوقف هون للحظة. لازم تصيري تغيري بيجامة النوم. أنا هذا الشي يعني كنت بصغري بحبه شوي، بس ماني مواظبة عليه. من لما ابتديت إني واظبة عليه، تحسي إنك عم تهتمي بحالك، تحسي إنك جهزتي حالك للنوم، تحسي بشعور جميل لما تتفرشي أسنانك، تغسلي وشك. بعمل كريمات كمان على وشي. ألبس بيجامتي للنوم، أمشط شعري. أكدي لي على هاي النقطة. أمشط شعري، مثلا مرات أعمل ضفيرة، دايما مو مرات. أمشط شعري وبعدين أشرب المشروب وأتمشى في الحوش. وأهم عادة، هذا الفيديو راح يكون فيه 3 دقائق على ما أظن. أهم عادة شو هي؟ اللي هي ما تمسكي هاتف قبل النوم. شوفوا بنات، بعرف إنه هاي كل الناس بتقولها، وأنا كنت هيك إكس روج، ما يعني رافضة الفكرة إطلاقا إني ما أمسك الهاتف قبل النوم. فشو ابتديت أعمل لحتى قدرت إني أعمل هالشي؟ لما ابتدي أتعشى، أحط أتفرج على الفيلم أو الشي اللي بدي أتفرجه لما بدي نام. فهمتي؟ بعدين أقفل التليفون، أروح على مكاني وأطفي الهاتف. بالبداية شو كنت عم أعمل توكيدات أسمعهن وأنا نايمة، خاصة لو بدي أنام، لأنه ما كنت مواظبة، ما كنت معتادة على أن أنام بدون هاتف. بس بعدين بطلت هاي العادة الحمد لله، وعم أقفل التليفون وأنام. جربي إنك تعملي هالشي، وجربي إنك تتمشي، ولما تحسي حالك إنك تعبتي وبدك تنامي، نامي مباشرة. وشوفوا، في البداية جاءتني صعبة كتير حتى ما أمسك الهاتف. بس لما كنت عم أعمل توكيدات، بحس حالي إنه يعني ماسكة التليفون بس ماني ماسكته، لأنه الميلاتونين بينفرز. ما تقدري تنامي حتى لو نعستي، ما تاخدي جودة نوم جيدة، والصبح تصبحين مثل الزفت. شوفوا، أنا لما كنت عم أمسك الهاتف بالليل، الصبح أقوم ماني قادرة أقوم ببحث عن الهاتف لحتى أمسكه وأشوف شو عندي. أقوم تعبانة مرهقة، مخي فيه كلام. قلت لكم شوفوا، هذا نفس الفيديو اللي صورت الصبح بما أنه أنا بنفس الملابس. فقلت لكم المشاعر طاغية علي بهي الفيديوهات، ماني قادرة إني أعطيكم كل الفوائد. المهم جربي، ولو ما صدقتيني روحي ابحثي على تشات جي بي تي، يوتيوب، شوفي أطباء، شوفي ناس شو بيقولوا. ونحن كلنا بنعرف إنه هاي عادات مضرة بس بنعملها، وأنا كنت هيك. ولا تنسي أذكار النوم، لأنه بحس هي اللي بتطهرنا وتبعد عنا الشيطان. وإذا قدرتي إنك تقرأي سورة الملك، أنتي مولاتهم. المهم شوفوا، هذا روتيني لليل
صغير جدا، بعرف انه روتين قصير. جربي انك تعمليه. راح اعيد لكم شو تعملوا، لانه بعرف انه حكيت بالجري. فقط مر 5 دقائق قبل النوم. هاي الوقت لازم يكون لإلك. لو انت فيك يعني معدة او كولون، هذه الاشياء، جربي انك تاكلي يعني اللهجة تاعها بس. جربي انك تتعشي بدري. لو ما قدرتي انك تتعشي، لما تتعشي اعملي هيك كاسة شيء دافي لحتى تشربيه، لحتى يساعد هضمك ويساعدك على النوم والاسترخاء. اشربي. لو ما قدرتي عادي، لو ما كان عندك ما تشربي، فهمتي؟ المهم الأصح انك تتمشي، حتى لو بالغرفة. تمشي قبل النوم، راح تحسي حالك أحسن. راح تنامي بجودة عالية، لأنه جسمك لو يكون بيهضم وانت نايمة ما راح يعطيك جودة نوم جيدة، ما راح تسترخين جيد، فهمتيني؟ بعدين مثل ما قلت لك، نطفي حالك قبل النوم. وانا اكثر شيء ساعدني فرشي اسنانك، غسلي وشك، امشطي شعرك، غيري بيجامة النوم. والصبح لما تقومي كمان غيريها والبسي مثل ما حكينا على روتين الصباح. وجربي انك تنامي بلا هاتف. جربي. انا لما كان عندي 15 سنه وانا عم اجرب اني اقوم بدري، وما قمت للحين، بس يا مرات اقوم ومرات لا، وعم اجرب. جربي. كمان جربي انك تقرأي اذكار النوم، وتقرأي سورة الملك اذا قدرتي. وجربي انك تدعي لي كمان. المهم هذا الفيديو خفيف ظريف، ان شاء الله تكوني استفدتي حبيبتي. انا كل هالشي يعني من قبل ما اعمله والله كنت في ظلام. كانت حياتي ما كنت محافظة على نومي، كنت دايما بلوم الناس وبشكي على صحتي وعلى الأشياء اللي فيني، وهي أنا من عاداتي السلبية والغير الصحي اللي أنا عم أعملها. وأصلا إذا أنت ما اهتميتي بحالك، ما في حدا راح يهتم فيك. وإذا ما اهتميتي في حالك، ما راح تقدري إنك تهتمي بالناس اللي بتحبيهم. فإن شاء الله تكوني انبسطتي بهذا الفيديو. لا تنسي إنك تشاركيه لصديقتك لحتى هي تستفاد وتدي الأجر. ولا تنسي إنك تدعي لي وتعملي جيم وكومنت. قولي لي شو الأشياء اللي أنت بتعمليها وعادات فادتك، بلكي أنا بعملها مثلك وبعندك. المهم، باي باي، بحبكن.